بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الانفصال أو الطلاق نقدر نقول عنه أنه يعتبر من أكثر التجارب المجهدة والمؤلمة في الحياة، ومهما كان سبب الانفصال أو الطلاق، ومهما كان إن كنت أنت أو أنتي اللي واخدين القرار بإرادتكم، تبقى النتيجة في الآخر مؤلمة وحزينة، نظرا لوجود عشرة طويلة أو قصيرة، ولكن وجدت عشرة، وجدت ذكريات، فبتكون النتيجة مؤلمة. بتأثر بشكل كبير على حياة الشخص، وبتأثر كمان على كل مشاعره. والحقيقة وفقا لمؤسسة هيلب جايد اللي اتكلمت وعملت دراسة عن الانفصال، قالت فيها فإنه حتى عندما تصبح العلاقة غير جيدة، يعني الطرفين مش مرتاحين أصلا في العلاقة دي، يمكن أن يكون الانفصال مؤلم للغاية، لأنه بيمثل خسارة ليس فقط للشراكة بين شخصين، بل أيضا للأحلام والذكريات والالتزامات المشتركة. ولسان حال بعض المنفصلات أو المطلقات وهم بيقولوا: مش قادرة أتجاوز أزمة انفصالي، كل الذكريات بتحيطني من كل جانب، إزاي أتخطى مراحل التعافي إزاي من الانفصال. كمان بيقال إن في الطلاق أو في الانفصال إن الراجل بيتعافى أسرع، وبيكون كمان بسرعة، والست هي اللي بتفضل حزينة، ومراحل تعافيها بتاخد وقت طويل. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ هنعرف بإذن الله تعالى كل التفاصيل دي عن مراحل التعافي بعد الانفصال مع ضيفتنا الأستاذة سعاد دنكلاي، الناشطة المجتمعية. السلام عليكم أستاذة سعاد، وأهلا ومرحبا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذة ندى وبمشاهدينا ومستمعينا أهلا أينما ومرحبا. كنتم، حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية أستاذة سعاد، هل المقولة اللي بتقول إن الزوج أو الراجل بشكل عام بيتعافى سريعا بعد الانفصال، وبيقدر يعمل على طول موف اون بقى على طول، إنه يقدر ياخد تجربة جديدة، يقدر يعيش عادي، يمارس حياته بشكل طبيعي، ويتجاوز بسرعة أكتر من الست؟ الكلام ده صحيح؟ حياكم الله جميعا. مرحبا. والله شوفي، هو تظل هي تجربة صعبة للطرفين، بل ربما العكس. يعني هناك بعض الدراسات اللي تقول لا، كان الصعوبة أو المعاناة النفسية اللي يجدها الرجال أكثر من النساء. يعني طبعا بغض النظر عن انها في الغالب بتكون دراسات غربيه، وربما طبعا هناك بيكون عليه اللود اكثر، لانه لسه حتاخذ نصف امواله ونصف المنزل وكذا يعني. اه. لكن في الحقيقه اصلا حكايه انه يعني الظاهر انه في مجتمعاتنا بيظهر انه الرجل يعني زي بيطلع زي الشعره من العجين، زي ما بيقول، يعني كانه مش ايوه. متاثر. امم. ومن حوله كمان يعني يسارعوا في تزويجه، يعني خلاص، يعني إما مكايدة أو إما إنه أنت يعني مش ناقصك شيء أو ما حصل لك شيء. امم. لكن هذه طبعا كلها مقولات خاطئة. الرجل هو إنسان مثله مثل المرأة، بل للعكس. يعني ربما المرأة إنه لأن المجتمع بيسمح لها إنها تبكي تنهار، امم. تفضفض، امم. فتكون عملية تعافيها أسرع. بينما الرجل بيعاني أكثر من ناحية إنه هو مش مسموح له إنه يفضفض، مش مسموح له إنه يظهر ضعفه، خصوصا ما بعد الطلاق، يعني وإلا ايوه. حيتهم في رجولته وإنه ضعيف وإنه امم. طريقته يعني معذبة وكذا، فلازم اه. يظهر إنه هو مش متأثر. بينما دي بتؤدي لآثار جانبية أكثر. ايوه لكن بالظبط. ربما المتفق عليه انه بالعكس، الرجال بتظهر في صحتهم الجسديه. يعني ربما هذه مفارقه، امم. لكن الرجل بعد الطلاق يعني طبعا احنا يعني احنا بنتكلم في العموم. تقصدي ان لكن صحته بتتأثر يا استاذة سعاد؟ يعني راجل بعد الطلاق صحته بتتأثر، ده قصدك؟
ايوه صحته جسديا، يعني بس جسديا. الستات هما اللي آه بيتأثروا يا أستاذة سعاد، ده بتخس حبيبتي بال20 كيلو، وشها بيضعف ونفسها بتتسد عن الأكل وعلى طول بتعيط. ازاي هو اللي بيتأثر جسديا؟ ده هي اللي بتتأثر خالص. والله الله اعلم، هذه حسب الدراسات، لكن يبدو يعني فيما يبدو لي يعني لانه هو بيكتم معاناته النفسيه فبتترجم الى معاناه جسديه. امم. بينما المرأة لا، مسموح لها إنها يعني تعيش، وربما تعيشها بزيادة يعني، فإنها بتبكي وتفضفض وفي النهاية هو إنسان يعني، وله أيوة. مشاعر وله. امم. فهذه يعني هي هذه اللي بتأثر. لكن طبعا بالظبط. تظل نقطة إنه هو ما بعد الزواج، يعني ما بعد الزواج طبعا المرأة يعني زي ما احنا بنقول، يعني المرأة دائما تستطيع أن تعيش أو تكمل حياتها بدون رجل، امم. بينما الرجل لا يستطيع أن يكمل حياته عايش دون بدون امرأة. زوجة. امم. دون زوجة، نعم لازم يكون عندي زوجة. تمام. طيب السؤال المهم جدا جدا بقى يا أستاذة سعاد، وهو لسان حال كتير من المطلقات إن الذكريات على طول محوطاها، مش قادرة تتعافى، ما بين حين وآخر بتفتكر سواء كان إيجابي أو سلبي وتبدأ تحن أو تزعل. مراحل التعافي من الانفصال الصحيحة علشان أقدر الأول أحترم مشاعري وفي نفس الوقت أتجاوز المرحلة دي وأبدأ حياتي من جديد. طيب تمام. الآن إحنا حنذكر لمراحل التعافي بالتدريج ما هي الخطوات. لكن تظل في هناك حقيقتين لازم نطبقها، خصوصا إحنا كمسلمين. مم. أولا الطلاق إحنا بنعتبره إنه هو يعني ابتلاء من الله تعالى، وهو مم. يعني ابتلاء وامتحان مثله مثل أي مصيبة من مصائب الدنيا، يعني زي اه. الواحد لما يصاب بمرض عضال أو خسارة في مال أو وظيفة، فهو ابتلاء. مم. تمام. فننظر تمام. إليه أولا إنه هو ابتلاء، وكيف يتعامل الإنسان المسلم مع أي ابتلاء. هذه مم. واحدة. وإنه اثنين، إنه إحنا الآن في دار بلاء، يعني دار ابتلاء. الدنيا هو كلها في مجملها هي دار ابتلاء وليست دار جزاء. بالظبط. وبالتالي لا يمكن أنت تتوقع أنك أنت يعني حتعيش في سعادة وتبات ونبات زي ما يقولوا، ولا مم. تمسك شوكة يعني. وربنا بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا هم لا يفتنون. يفتنون. فهذه بالظبط. حقيقة الدنيا. نعم. أم مم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مم. فهذه مم. حقيقة الدنيا، والإنسان خلق في كبد. فهذه الحقيقتين الأساسيتين اللي لابد أن نستصحبهم معنا، سواء كان طلاق أو أي ابتلاء آخر من ابتلاءات الدنيا. الآن نجي مم. للطلاق. اه. طبعا أنا مراحل لو التعافي. أنا مم. نعم. قلنا التسليم لله. نعم، التسليم لله اللي هو آه، أركان الإيمان الستة. إحنا بنقول أن تؤمن بالله وملائكته الناس حفظتها. طيب في مم. المقطع الآخر نقول أن تؤمن بالقضاء خيره بالقدر، خيره وشره. وشره. مم. خيره وشره. فطبعا التسليم لله غير مم. عن الاستسلام واليأس، وأنك تستسلم للإحباط والاكتئاب وكذا. لكن أن اه. تسلم أمرك لله وهو من أعمال القلوب. الآن لو الإنسان المؤمن لديه هاتين الحقيقتين، يعني بالتالي حيكون عنده مراحل التعافي أسهل. مم. بالإضافة أنه خصوصا زي ما تقدمنا في الحلقة السابقة، وخصوصا لو كان الطلاق بإحسان أو بمعروف، هذا يسهل في أنه تكون عملية التعافي أو مراحل التعافي تسير بطريقة أسهل. مم. الإنسان طبعا بيختلف حسب ما يعني قوة إيمانه وقوة صلابته النفسية. في ناس يعني عندها هشاشة نفسية ما بتستحمل، قد تنكسر مم. وبالتالي تحتاج لفترة أطول. في ناس لا، عندها صلابة نفسية مم. تستطيع أنه تمتص الابتلاءات والصدمات، اه. وبالتالي يكون تعافيها أسهل. فبتختلف من الآن شخص مراحل لآخر التعافي. ومن طبيعة لأخرى. بالضبط. بالضبط. إذا إحنا عملنا بالحقيقتين الأولانية، اللي هو أن الدنيا دار بلاء وأنه التسليم لقضاء الله وقدره، بعد مم. كده هذا تلقائي حيقودنا إلى القبول.
اللي المرحله اللي انت قلتي عليها، انا حتقبل اني انا الان حمر بمرحله طلاق، وبالتالي ما اتوقع انه انا يعني زي ما تبالغ او طالعه موضه في الاجيال هذه حفله طلاق حفل الطلاق وتعمل وتورتة هيصه الطلاق وكذا. وفستان الطلاق، وبيعملوا حاجات يا أستاذة سعاد ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الناس بيبقى في ابتلاءاتها، حتى لو انتي كنتي عايشة حياة صعبة وكانت عشرتك معاه مش كويسة، ولكن يعني في ذوقيات وآداب حتى للانفصال. هذه كذبة، يعني هي بتكذب على نفسها وبتكذب من حولها، ومطلوب انه احنا نصدق، يعني هذه غير حقيقية يعني. طالما يعني انت انسان، يعني انت مش آلة، وبالتالي انت حتتأثر طبعا. بطريقة او بأخرى. فما في داعي انه انا ابالغ في اني انا اظهر ان انا مش مبالي، وانه انا ما في حاجة، وانه انا الدنيا كلها تمام تمام. لا، انا حعاني، وبالتالي لو انت ما ظنيت انه انت تعافيت، حتعود حتنكسر، وحتكون انكسارتك فيما بعد أقوى، لأنك يعني زي ما بيقولوا ما عشت المرحلة أو ما عشت حزنك كما يجب. فإما أنها حتترجم بانتكاسة نفسية أقوى، أو ممكن تؤدي إلى أمراض نفسية وتدخل في اكتئاب وكذا يعني. طيب للأسف. الآن اللي هو مرحلة القبول، أتقبل أني أنا بمر بمرحلة صعبة ومرحلة حرجة، حتكون عندي مشاكل، حتكون عندي صعوبات، لازم أهيئ نفسي إنه هي فترة وحتعدي. ممكن أحزن، لكن أتقبل إني أنا بحزن. بعض الناس بتحزن إنه أنا ليه حزين على الشريك السيء. فلا، أنا بحزن زي ما قلتي، أنا مش ضروري بحزن على الشريك بقدر ما أنا بحزن على الحياة اللي أنا كنت عايشها. يعني كان عندي على الأقل درجة من الاستقرار، درجة من السكن، كان في أطفال، الأجواء مريحة. بالتالي أنا بحن للمرحلة اللي أنا كنت فيها، مش ضروري إنه أنا وأكيد حزين على مفيش الشريك. حياة كلها كانت يعني مآسي وكلها كانت وحشة. أكيد في بعض الذكريات الكويسة، أكيد حتى لو كانت قليلة. بالضبط. نعم صحيح، أكيد طبعا أكيد. فأنا كوني أتقبل طيب المرحلة دي هذه المرحلة الأولى مهمة. اللي هي مرحلة التقبل، يليها إيه يا أستاذة سعاد؟ نعم، هم طبعا علماء النفس بيسموا كثير، يعني اللي هو في البداية الإنكار اللي بيعيش. لكن أنا حابة إنه نقود المشاهدين إنه أنا كيف أتعافى من المرحلة دي. طبعا في مرحلة إنكار، لكن إحنا لو ضميناها لمرحلة القبول، وإنك تتقبل المرحلة دي بكل ما فيها من سلبياتها، وتحاول تكيف نفسك عليها. طيب في بس هو ممكن نقطة إحنا نضيفها، اللي هو يعني إحنا يحصل في مجتمعاتنا بالذات الأسر الإرثية اللي تعيش في الغرب، يعني هو يظن الرجل إنه المرأة فجأة سابته أو فجأة تركته وقررت الانفصال أو الطلاق، وهنا تحصل مشكلة، يعني إنه كيف فجأة وسابته. وبيطلع الكلام إنه الحريم لما راحوا أوروبا اتغيروا، صارت تتبطر على زوجها وكذا ومن الكلام ده. بينما هو العكس، يعني أصلا المرأة بطبيعتها مش سهل إن هي أنا ما بدافع عن المرأة، لكن عشان بس نحاول نفهم، ربما يكون هناك يعني رجال يشاهدونا أو المجتمع اللي يشاهدنا. أيوه. فالمرأة بتكون وصلت حدها، إنه يعني حاولت وهو ولا إنه هنا يعني فما كان مستوعب إلا فوجئ. عشان كده إحنا قلنا في الحلقة السابقة من ضمن الطلاق بإحسان إنه يكون في هناك مكاشفة، وإن أنت تقول له مثلا إنه أنا عاوزة أطلق. يعني من واحدة من الأخوات يعني بتحكي طلبت لزوجها وقالت له أنا عاوزة أطلق، فقال لها معلش أنا سامحتك، مرة ثانية ما تعيديها. ما تقوليهاش تاني، اعتبرها بتقول كلمة عدلها وعدت. مش قادر يستوعب إنه هي فعلا عاوزة طلاق، يعني عايزة تنفصل. فشايفة أيوة، يعني البون شاسع، يعني هي وصلت حدها وهو إلى الآن مش مستوعب يعني إنه هي عاوزة تطلق. فدي في طبعا مسافة كبيرة بينهم، مشكلة، مسافة كبيرة. تمام. النقطة الثانية اللي هي حضرتك ذكرتيها، عدم تتبع الطرف الآخر. خلاص إحنا اتطلقنا وانفصلنا، انتهى، ما عاد في علاقة. خلي الطرف الآخر يعمل ما يشاء في حياته.
يرتبط، ده يشوف بيدخل او حياته. بتدخل كل يوم على السوشيال ميديا تدور على صفحته، كتب ايه، قال ايه، مين عمل له لايك، مين عمل لها لايك، نزلت صور، كاتبه كلام، ده بتلقح عليا، لا ده تقصد. بيفضلوا مدة طويلة هما الاتنين متتبعين بعض. فانت كده انت بتصعب مرحله التعافي، لانك انت بتعيش نفسك في دوامه. فطالما انت انتهيت وانتهى الموضوع، اقطع. يعني اذا مش عارف تمسك نفسك، اعمل بلوك يعني او قاطع السوشيال ميديا ده لفتره، او بالظبط. افتح حساب جديد يعني. حتى الاصدقاء المشتركين بتنقطع عنهم يعني. ايوه فعلا. فهذه مهمه، سواء كان في السوشيال ميديا او حتى عن طريق مثلا الاقارب والاسر. بالذات يعني هذه ربما تكون اكثر شيء يعني الغريب في الرجل يعني. لانه هو بيقول لك نفسيا بيكون صعب عليه، حتى بعد ما يطلق زوجته، حتى ما كان بينهم من مشاكل، لكن يظل في اعتقاده، او ده جزء من الانكار، انها ما زالت تبعه. ايوه. بينما هي خلاص طريقته، فبيظل يتابعها ويزعل اذا عملت شيء. طب ما خلاص يعني انت مالك عليها بالظبط. كلمه ولو يعني عارف المفروض. انها هتتجوز او هتتخطب بيضايق جدا، وممكن يحاول ان هو يفركش لها الجوازه. ما ده من المكايده يعني. تمام. طيب، النقطة الثالثة اللي هو البحث عن الهوايات السابقة. أنت تبدأ زي ما بنقول، تبدأ تحاول تفتح صفحة جديدة. الآن انتهت هذيك المرحلة بكل ما فيها، بإيجابياتها بسلبياتها. أحاول إني أنا أبدأ شيء جديد. إذا كانت عندي هوايات توقفت عنها، أو أبحث إنه إيش ممكن أنا أسوي يعني. إذا كان وظيفة، أو حتى بالنسبة للمرأة يعني، ربما حتى لو ما كانت وظيفة، أنا أنصح بالعمل التطوع، يعني التطوع في الجمعيات الخيرية، في المنظمات الإغاثية. لأنه كل ما أنت كنت قادر يعني، عملية العطاء دي تساعد على التشافي، وتشعرك أنت بسعادة، تشعرك بالإنجاز. وحكاية الإنجاز هذه مهمة، تحسسك انه انت حتى لو فشلت في دورك كزوج او كشريك في علاقة زوجية، انت منجز في جوانب اخرى يعني. وهذه بتنفع في اشياء كثيرة يعني. من ضمنها حتى برضو الرياضة طبعا. النيو لوك، يعني احنا بالذات السيدات بنحب، ودي بتفرق كثير في النفسيات يعني. مجرد ما بتعمل لنفسها نيو لوك، بتحس انه نفسيتها تحسنت كثير وتغيرت. يا أستاذة سعاد، ده هما بيقولوا على الستات، الست لما بتطلق بتنور وبتحلو وبتخس وبتبقى زي القمر، على أساس إن الزوج كان طافي عليها النور مثلا على طول، أو كان حارمها من الأكل، أو كان عامل فيها أي حاجة. طبعا بعيدا عن الحالات الاستثنائية اللي بتبقى الزوجة فيها فعلا تعبانة والاستمرار ده مؤلم، لكن بشكل عام الناس حطت إطار إن الست لما بتطلق بتنور. أنا معرفش ليه القاعدة دي حطوها، إن الطلاق بينور الوش، بيحلي، بيخليها زي القمر. هذه من الأقوال الشائعة يعني. أحيانا بيقولوا كثر الزن يعني، لما العبارات بتتكرر الناس بتصدقها يعني، سواء كانت حقيقية أو مش حقيقية. لكن هي في جزء يعني كبير من السيدات، خصوصا لو هي في متوسط العمر، هذه بتكون حقيقة، خصوصا لو ما كانت يعني سعيدة في زيجتها، ولأنها بتعمل نيو لوك يعني، سواء كان ده حقيقي بينعكس على نفسيتها من الداخل، أو مجرد شيء خارجي، لكن هو فعلا بيعمل يعني. بيبقى في فرق واضح. بيبقى فرق واضح. ايوه. احنا بنقول دائما يعني انه المرأة هي انعكاس لزوجها، ومن فعلا. هنا انه ربنا اعطى الرجل القوامة واعطى الكلمة، مش عشان هو يعني يفتري او يتجاوز بسلطته هذه، لا، لهذه الميزات. يعني الرجل دوره بينعكس على كل أسرته، ليس فقط يعني الناس دائما بتقول لا، المرأة لا، بالعكس يعني. ربنا ما أعطى الكلمة الأولى والأخيرة للرجل إلا لقوامته هذه والمميزات اللي وهبه الله فيه يعني.
تمام. طيب نعم. احنا كده عندنا من مراحل الانفصال قلنا الأول حاجة التسليم لله سبحانه وتعالى والتقبل، ثم عدم تتبع كل طرف الطرف الآخر، بعدين يعني محاولة ان انا ابدأ اشوف هواياتي ايه، ان انا اعمل حاجة انا بحبها، ثم ان انا احاول اجدد من نفسي، اعمل نيو لوك زي ما قلتي، واحاول اعمل اي حاجة تدخل البهجة والسرور على قلبي. ايه تاني من مراحل التعافي يا استاذة سعاد سريعا؟ آه، سريعا، اللي تجنب الدخول في زيجة جديدة أو حياة جديدة سريع، خصوصا اه بالنسبة اه للرجال. ايوه. يعني أنا لازم أراعي إنه أنا في مرحلة تعافي و... وآخذ فترتي، ما في داعي إني أنا أتسرع، لأن تسرعي إما حيجني على نفسه أو حيجني على الزوجة الجديدة، امم فما في داعي. وحتى الأسرة إذا حد اتقدم لهم وهو لسه يعني مش عامل، على الأقل يعني الناس بتقول سنة، يعني حسب امم الدراسات يقول لك يعني من 6 شهور لسنة، يعني خلينا سنة في المعدل. ايوه فأقل من سنة المفروض، حتى إذا إن شاء الله ما يكون تحريض، لكن إذا جاءهم مطلق في أقل من سنة المفروض يقولوا له لا، أوكي، حتى إحنا لو شايفينه كويس أوكي حنوافق عليك، بس بعد مثلا كذا شهر، بعد ما يكمل اه سنته يعني. بالظبط. لانه انت تضمن انه هو الان مش جاي كرد فعل، امم نفسيا تعافى تماما من المرحله الاولى، وجاي الان هو سليم وكذا، مش زي ما الناس يعني هو بيطلق من هنا على طول بتلاقي بيدخل في زوجوه او تجربة اخرى. خطبوه او في تمام في تجربه جديده. تمام. طبعا والمراه بطريقه اقوى، امم آه، ما ينفع الا لازم تاخذ فترتها وتتعافى فترتها ثم. والعدة طبعا، وان هي تبدأ تكون متزنة نفسيا، ما طبعا تاخدش قرارات سريعة. نعم، ما عشان ما تكون ردة فعل نهائي. تمام. آخر حاجة اللي هو إذا شعر الإنسان إنه بعد هذا كله وما زال بيعاني نفسيا يعني، ومش قادر يتجاوز المرحلة امم لوحده، امم ممكن يستعين حد قريب معاه ممن حوله، يعني يحس إنه هو ممكن قريب منه، ممكن يستفيد من نصيحته أو يعني يستشف فيه النصيحة والاستشارة، ممكن يستعين به. وإذا استصعب الموضوع يلجأ لأهل الاختصاص يعني، بالظبط ممكن يلجأ بالظبط، لهم. مهم جدا. وهذا حقه يعني، وما يعتبر انه انت كيف مش قادره، ده كان بيعمل فيك وبيعمل فيك وانت امم لسه مش قادره تنسي. لا، هي مش لانه الشريك، هي بتعاني من المرحله نفسها، مش ضروري انه بسبب الشريك، حتى مهما كان وانه اعتبرت نفسها انه فعلا كان الطلاق سليم وتخلصت منه، لكن احنا في النهايه بشر وبنعاني، عندنا ذكريات، عندنا يعني انت حياتك بتنقلب 180 درجه يعني. بالظبط طبعا طبعا. مكان بيحصل فيها سكنك، اختلاف كبير. البيئه اللي كنت فيها، امم المجتمع اللي حواليك، ده كله فجاه بين عشيه وضحاها كله بيتغير يعني. فمش فعلا. سهل انك انت فجاه كده بيتغير عليك كل شيء، ومطلوب مني اني انا اكون ان كل انا شيء تمام اتعافى التمام. سريعا. الحقيقه هو نعم. الانفصال طبعا ابغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، واكيد بيسبب اثار نفسيه سيئه جدا جدا. شفنا مع حضرتك استاذه سعاد مراحل التعافي من الانفصال. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعين اي زوجه او زوج مر بالمرحله دي، وعليه بالتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى واتباع الخطوات اللي حضرتك قلتيها. بشكر حضرتك في النهايه الاستاذه سعاد دينكلاي الناشطه المجتمعيه على هذا الطرح المتميز، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا بيوت المسلمين اجمعين مليئه بالاستقرار وبالتوازن وبالحياه السعيده والسكن. واذا حصل لا قدر الله الانفصال ولقيت نفسك متألم ومش قادر حتى تتجاوز المرحله دي بعد كل الخطوات اللي ذكرتها ضيفتنا، نقدر ساعتها نروح لأهل الاختصاص هم اللي يساعدونا وياخدوا بإيدينا. وصلنا لنهاية الحلقة، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.